تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب الإنتينيتي بمدينة رانكاوا بدولة الشيلي، حيث يلتقي المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بنظيره البرازيلي في قمة مثيرة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات. مواجهة توصف بالمفصلية بالنظر إلى تأثيرها المباشر على حظوظ التأهل إلى الدور ثمن النهائي. وقبل ساعات من اللقاء المرتقب، عبر محمد وهبي مدرب أشبال الأطلس عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على تقديم مباراة قوية أمام العملاق البرازيلي، حيث قال: مباراة البرازيل ستكون صعبة تماما كما كانت مواجهة إسبانيا. نحن نتحدث عن منتخب جيد جدا، لكننا فخورون بخوض مثل هذه المباريات الكبرى. وأضاف وهبي أن الأداء الإيجابي في المباراة الأولى أمام المنتخب الإسباني منح اللاعبين ثقة أكبر. لقد قمنا بأشياء جيدة في اللقاء الأول، وهذا ما نطمح إلى تكراره في مقابلة اليوم. وشدد مدرب المغرب على أن احترام الخصم لا يعني الخوف منه. سنحترم منتخب البرازيل لكننا لن نخاف منه. نعلم جيدا أن الفوز سيمنحنا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، وسنسعى بكل جهد لتحقيق هذا الهدف. وختم وهبي تصريحاته برسالة حماسية لجماهير كرة القدم المغربية أكد فيها: نحن نعلم أن بإمكاننا الانتصار، وسنثبت ذلك فوق أرضية الميدان. من جانبه، أكد رامون مينيزيس مدرب المنتخب البرازيلي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن مواجهة المغرب لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيدا بالمستوى الذي أظهره أسود الأطلس الصغار أمام إسبانيا. وقال: المغرب جاء بفريق متطور ومنظم بشكل جيد، ونحن نعلم أن المباراة ستكون قوية وصعبة للغاية. المجموعة التي تضم المغرب وإسبانيا والمكسيك متوازنة جدا، وكل مواجهة تعتبر بمثابة نهائي. وأضاف رامون أنه يعمل على تحضير لاعبيه نفسيا وبدنيا، معترفا بضغط الجماهير البرازيلية التي تترقب الفوز دائما. التوقعات دائما ضخمة عندما يتعلق الأمر بالمنتخب البرازيلي. نحترم كثيرا المنتخب المغربي، لكننا سندخل المباراة بعقلية الفوز. يذكر أن المباراة المرتقبة بين المغرب والبرازيل ستجرى يوم الأربعاء على الساعة 12 ليلا، في أجواء ينتظر أن تكون مثيرة وحاسمة لمستقبل المنتخبين في البطولة.